طيبتم وطابت أوقاتكم بكل خير من الفضائية الإريترية. نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. الشعب الإريتري يستقبل السنة الجديدة بفرح وأمل. إشادة بمساهمة الجبهة الشعبية في التنمية ومساعدة المحتاجين. الكونفدرالية الوطنية تعقد سيمينارا للعمال في عصب. قوات حفظ السلام في مالي تنهي مهمتها وتسلم آخر معسكراتها للسلطات. بيونغ يانغ تعتزم إطلاق أقمار تجسس وتستبعد المصالحة مع سول. قطارات يوروستار استأنف رحلاتها قد تعطلها بسبب فيضانات. من العناوين إلى التفاصيل. استقبل الشعب الإريتري في الداخل والخارج العام الجديد 2024 بفرح وأمل كبيرين، مجددا العهد بتنفيذ أمانة الشهداء. وأعرب المواطنين الذين حضروا تجمع الفعاليات الترفيهية في أسمر التي عكست الوئام والوحدة عن أطيب تمنياتهم بفتح عام 2024 فرص أفضل، مثل ما قال الرئيس سياس أفورقي في الرسالة التي وجهها بالمناسبة. وقالت المواطنة القادمة من أستراليا أنها سعيدة لأنها تمكنت من قضاء العام الجديد مع شعبها وحكومتها بعد 18 عاما، مهنئة الشعب الإريتري عامة وقوات دفاعه. من جانبهم قال الشباب السودانيين أن الرعاية والضيافة التي يتلقونها من شعب وحكومة إريتريا هي استمرار لجسر العلاقات بين شعبي السودان وإريتريا الشقيقين، معربين عن أمنياتهم الطيبة للشعبين. أثنى السكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الإقليم الجنوبي السيدة أمة نوغوسيف في التقييم السنوي الذي عقد في 30 من ديسمبر بدور ومساهمة تنظيمات الجبهة الشعبية لتنفيذ برامج التنمية ومساعدة المحتاجين في العام 2023. وقدمت أقسام الشؤون التنظيمية والسياسية والمديريات وتنظيمات العمال المدنيين والكوادر تقارير عن الأنشطة المنفذة. وافادت التقارير عن توزيع أكثر من 1,000,000 نقفة لأسر الشهداء المحتاجة مقدمة من تنظيم عمال المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى توزيع مبلغ 417,605 نقفة تبرع بها سكان مديريات مندفرة وسنعفي ومايعيني وصرونة ودكم حري وميمنة. وأشار التقرير إلى مشاركة أكثر من 400,000 شخص في أنشطة حماية التربة وحفظ المياه وإصحاح البيئة وصيانة الطرق وتنظيم ندوات واسعة لرفع مستوى الوعي السياسي. وبعد مناقشة التقارير دعا المشاركون إلى تنظيم مستمر للتوعية التي تركز على الجيل الجديد والمعلمين، وقياس تأثير الأنشطة التوعية ومراجعتها حسب الضرورة، واهتمام الحكومة بالمشكلات التي تضغط على الحياة المعيشية للمواطنين. وشاد حاكم الإقليم الجنوبي السيد هبتاب تسفاتين في كلمته الختامية بجهود مكتب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة لإنجاح الأنشطة السياسية والتنظيمية، وذكر جميع أعضاء الجبهة بضرورة رفع وعيهم ولعب دور رائد في إنجاح الخطة الموضوعة لبرامج التنمية والأمن. عقد مكتب الكونفدرالية الوطنية للعمال في مدينة عصب سيمينارا من 26 وحتى 29 من ديسمبر لأعضاء الاتحادات الأساسية. هدف السيمينار المنظم لاتحادات المواصلات والاتصالات والكيمياء والمعادن ومقدمي خدمات الغذاء هدف رفع الوعي وتقوية التنظيم وترسيخ أخلاقيات العمل. وتمت المطالبة في السيمينار للدفع بالدورات التدريبية في العام 2024. ودعا مسؤولو الاتحادات إلى قيام النقابات بالتشجيع المعنوي لرفع مشاركة المرأة. قال سكان إدارة منطقة غوستيف ومديرية عقردات إقليم القاشبرك أنهم تمكنوا من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية الأساسية بفضل تجمعهم في بيئة آمنة. وقالوا أنهم كانوا يعيشون فقورا متفرقا، لكن بعد انتقالهم إلى مكان بالقرب
من غردة أصبحوا يتمتعون بحياة مستقرة بفضل إرسال الخدمات الاجتماعية الأساسية كالتعليم والصحة ومياه الشرب النظيفة، وإن ذلك أمر يستحق الثناء. وقال مدير الضاحية السيد إسماعيل إبراهيم أن الخطوة الرامية لتوسيع الفرص التعليمية في الضاحية التي تغطي 9 قرى أدت إلى زيادة مشاركة الطلاب، حيث تم نقل المدرسة الابتدائية التي كانت تقدمهم في خيام مؤقتة إلى مبنى حديث، مما ساهم ذلك في تعزيز مشاركة الطلاب في مائدة التعليم. وأوضح مدير المدرسة محمد حامد يعقوب إن عدد الطلاب ارتفع إلى 300 طالب وطالبة، كما تم منح 135 فرصة محو الأمية، وذلك مع تحسين أعمال البنى التحتية للمدرسة. افتتح فرع التعليم في إقليم شمال البحر الأحمر وإدارة مديرية قندع مدرسة في منطقة مايطال لخدمة الرحل وبرنامج عريات ومحو الأمية. وقال رئيس برنامج تعليم الكبار الأستاذ محمود عافة خلال حفل الافتتاح أن المدرسة باشرت نشاطها بضم أكثر من 160 طالبا يزاولون حياة الترحال من مدينة أفعبات. وأشار إلى أنه يجري العمل على توفير المستلزمات المدرسية بشكل عام والمقاعد الدراسية والكتب بشكل خاص. وقال أولياء الأمور أن أطفالهم ابتعدوا عن مائدة التعليم نتيجة لعدم تجمع القرى وأسلوب الحياة الرعوي، وسيعملون بشكل وثيق مع لجنة الآباء والمعلمين للقيام بمتابعة جادة للحفاظ على الفرص التي حصلوا عليها والتي تساهم في تحديد مستقبل أبنائهم. وحث مدير إدارة مديرية قندع ورئيس مكتب التعليم في المديرية الأسر على الاستفادة من الفرص المتاحة لهم وزيادة مشاركتهم في تعليم الكبار. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. من المقرر أن تنهي قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة انسحابها من مالي بعد مهمة استمرت عقدا من الزمن. وسلمت بعثة الأمم المتحدة في مالي رسميا إلى السلطات الوطنية أحد آخر معسكراتها في مدينة تومبوكتو الكبيرة شمال البلاد. وكانت مواقع مينوسوم في غاوا وتومبوكتو آخر المعسكرات التي لم يتم تسليمها، لأنه كان من المقرر تصفية مهمة البعثة فيها بعد الأول من يناير مع تسليم قطاع المعدات المتبقية إلى السلطات وإنهاء العقود القائمة. وسرعت البعثة انسحابها النهائي من تومبوكتو في ظل الوضع الأمني بهذه المنطقة المعرضة لهجمات الجماعات المسلحة. وفي يونيو الماضي طالب العسكريون الذين استولوا على السلطة في بوماكو في العام 2020 بالرحيل الفوري لقوات مينسوم المنتشرة منذ العام 2013 في هذا البلد الذي يواجه أزمة عميقة متعددة الأبعاد. قالت كوريا الشمالية أنها تعتزم إطلاق 3 أقمار صناعية إضافية للاستطلاع العسكري في العام 2024، مشيرة إلى أن ذلك يعد أحد أهداف سياساتها من أجل تعزيز قدرات الجيش ومراقبة قوات العدو. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في تقرير أنه بناء على تجربة إطلاق وتشغيل أول قمر صناعي للاستطلاع بنجاح في العام 2023 تم الإعلان عن مهمة بإطلاق 3 أقمار استطلاع إضافية في العام 2024 لتعزيز تطور علوم وتكنولوجيا الفضاء بقوة. وتقول بيونغ يانغ أنها أطلقت بنجاح أول قمر صناعي للتجسس العسكري في 21 من نوفمبر، وبث صورا لوزارة الدفاع البنتاغون والبيت الأبيض الأمريكيين وقواعد عسكرية أمريكية ومناطق محددة في كوريا الجنوبية. وفي سياق متصل استبعد الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون أي مصالحة مع الجارة الجنوبية، وقال إن الرغبة في المصالحة أو إعادة التوحيد مع كوريا الجنوبية خطأ. قالت يوروستار أن قطاراتها ستستأنف حركاتها العادية بعد أن كانت قد ألقيت كل رحلات قطارات يوروستار من لندن وإليها بسبب فيضانات في سكك حديد في جنوب إنجلترا عرقلت سفر نحو 30,000 راكب.
وفي وقت سابق أوضحت شركة يوروستار عن موقعها الإلكتروني أنه بسبب فيضان في نفق على الخط الفائق السرعة في قرب لندن اضطررنا إلى إلغاء كل رحلات القطارات على الخط من لندن وإليها. وتضمن برنامج الشركة بيان الشركة أن رحلات 41 قطارا ألقيت في المجموع، وينعكس هذا الإلقاء على نحو 30 ألف راكب علقوا في لندن أو باريس أو بروكسل أو أمستردام. استقبلت مدينة أوكلاند في نيوزيلندا العام الجديد 2024 بعروض للألعاب النارية وسط ابتهاج المتفرجين الذين حضروا للاحتفال بقدوم العام الجديد. ووفقا لتقرير تجمع آلاف في برج سكاي تاور في أوكلاند نيوزيلندا، وهي أول مدينة كبرى في العالم تحتفل بالعام الجديد. وبدأ العد التنازلي على قاعدة البرج بإطلاق عرض للألعاب النارية المبهرة. وتعتبر نيوزيلندا هي أول الدول المحتفلة بقدوم العام الجديد 2024، وتليها في الترتيب أستراليا والتي تعرف بعروض الألعاب النارية الضخمة والمبهرة التي تقام في مدينة سيدني. تذكير بأهم العناوين مرة أخرى. الشعب الإريتري يستقبل السنة الجديدة بفرح وأمل. إشادة بمساهمة تنظيمات الجبهة الشعبية في التنمية ومساعدة المحتاجين. الكونفدرالية الوطنية تعقد سيمينارا للعمال في عصب. قوات حفظ السلام في مالي تنهي مهمتها وتسلم آخر معسكراتها للسلطات. بيونغ يانغ تعتزم إطلاق أقمار تجسس وتستبعد المصالحة مع سول. قطارات يوروستار تستأنف رحلاتها قضاء تعطلها بسبب فيضانات. وصلنا إلى ختام النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول العام الجديد 2024، وفي أمان الله.